تخيل تبقى داخل تشغل لعبة تلاقيها مش متاحة في بلدك، داخل تفتح موقع تلاقيه محجوب في 2025 ولسه الإنترنت في بلد زي مصر بيتعامل معاك على إنك لسه عايش في 2005 مثلا. بس المفاجأة إن النهاردة الحاجات اللي كانت مقفولة عليك طول عمرك اتفتحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. قبل ما نبدا احب افكرك بحاجه مهمه جدا، مفيش اي برنامج ولا في بي ان هيحل المشكله الاساسيه واللي هي النت المحدود والسرعات الميته والاسعار الخرافيه، لكن لحد ما نرجع حقنا هل هنوقف حياتنا؟ لا، او ده اللي هقوله لك دلوقتي يا صاحبي. لغايه ما يبقى في انترنت غير محدود في البلد ديت لازم نشتغل بعقل ونقدم حلول فعاله، حلول فعلا تضغط على الشركات وتخسرهم. والفيديو ده هو اول فيديو في سلسله كبيره جدا، سلسله هنقدم فيها ادوات وحيل تساعدك تتعامل مع الانترنت لحد لما نسترجع حقنا كامل. اللي هقوله النهارده حاجه بسيطه جدا، مجرد خطوه اولى، ومش هيخسر الشركات وهيفيدك انت كمستخدم، لكن اللي جاي تقيل حرفيا لدرجه انك هتستخدم الانترنت بعد ما الباقه تخلص وكانها لسه شغاله، وكمان هتستخدمه باقصى سرعه للخط عندك. لا فعليا هيخليك تشغل انترنت كأن الباقه مشحونه من غير ما تدفع مليم واحد. السي بتاعك ده في كل حاجة. وبفضل الله هكون اول واحد اتكلم عن الطرق او الثغرات ديت، لان اللي بتعمله الشركات ما ينفعش يتسكت عليه. وخليني اقول لك حاجه يا صديقي، انا مش بخاف لان اللي بطلبه مش غلط، انا بطالب بحق اللي موجود في كل دول العالم وبلدنا بس هي اللي حرمانه منه. والثغرات اللي هنتكلم عنها بعد كده الشركات نفسها عارفاها وما قدرتش تقفلها لانها بتخدم مصالح معينه ومش قادره تستغنى عنها. وانا مش هنزل الطرق دي دلوقتي يا صديقي، هبدا انزلها باذن الله اول ما نبدا المقاطعه الكامله، عشان ما حدش يجي يقول لي يا محمود انا مش قادر استغنى عن الانترنت. لا يا صديقي، هتبقى فاتح نت ومن غير ما تفيد شركات الاتصال بحاجه. وكل واحد ياخد حقه بحق الله، بحق الله. الفترة الأخيرة بقى وصلتني آلاف الرسايل، عندي اللعبة مش بتفتح، عندي البنج في السما وسيرفرات مقفولة وخدمات مش متاحة، فكان لازم أدور على حل مؤقت لحد ما نعدي المرحلة ديت. والحل المؤقت ده يا صديقي كان الفي بي إن. طب يعني إيه في بي إن؟ بص يا صديقي، ببساطة خالص هو بيخفي الأي بي بتاعك، بيخلي أي حد بيراقبك يشوفك في مكان تاني خالص، في هولندا، في أمريكا، في جزر القمر، في المريخ. طيب ليه ناس بتستخدمه؟ أولا يا صديقي لو في تطبيق محظور زي بعض الألعاب أو الخدمات، وكمان لو البنج عندك عالي في الألعاب فبتنقل مكانك لسيرفر أقرب لسيرفر اللعبة الأصلي، وبيخلي تجربة اللعبة أفضل بكتير. كمان لو عايز تشوف محتوى بس متاح لامريكا واوروبا او لدوله معينه، فوق كل ده عشان الخصوصيه بتاعتك، محدش يقدر يعرف انت بتعمل ايه بالظبط وده حقك. تعالى بقى اقول لك سيناريوهين يمكن يكونوا حصلوا معاك. الاول، انت بتحاول تعمل شغل مونتاج على تطبيق زي كاب كات، وتيجي تحمل ميزه جديده او صوت تلاقي الاب نفسه عامل بلوك لانه مش مدعوم في المنطقه بتاعتك. طيب ما ده بيأثر على شغلك، وفي اصلا مميزات وافكتات في البرنامج مش بتكون مفتوحه غير في امريكا ودول معينه. والسيناريو التاني بقى، انت جيمر مود من روبلوكس وتيجي تلعب تلاقي الماتش ميكنج بياخد وقت طويل جدا، او البنج طالع نازل زي اسانسير، وده بيكون عشان السيرفرات الاساسيه مش مديالك الاولويه. الفي بي ان مش بس بيفتح المحظور، لا ده بيديلك تجربه مستخدم كامله زي المفروض ما تكون. عشان كده ناس كتير طلبت مني اشوف لهم اداة محترمة وتكون سهلة الاستخدام، خصوصا ان احنا دلوقتي في ازمة حقيقية، فكان لازم اشوف حاجة تكون سريعة وبتنجز. ومن ضمن التجارب اللي عملتها لقيت برنامج اسمه يو اف او في بي ان، تلاقي رابط تحميل في الوصف. البرنامج متاح على ويندوز واندرويد وايفون وماك. بص يا صديقي، هو مش مجرد برنامج بغير الاي بي بتاعك وخلاص، وكمان مش هقول لك هو اعظم في بي ان في التاريخ، لا انا هقول لك بس اللي لقيته بعد تجربة حقيقية. اول ما تفتح البرنامج هتلاقي الواجهه بتاعته بسيطه جدا، ده شكل الواجهه بتاعت البرنامج، مش محتاج شرح كتير. اول ما تفتح البرنامج هتلاقي نفسك هنا شاشه مكتوب عليها ديسكونكت وزرار كبير اخضر مكتوب عليه كونكت، وفوق كده شويه صديق عندك 3 تبويبات مهمين جدا. اول صفحه هتلاقيها اول لوكيشن، كل السيرفرات العاديه، ده القسم اللي فيه السيرفرات حسب الدوله تقريبا، هتلاقي في اي دوله انت محتاجها واي دوله بتختارها بتتصل عليها فورا. تاني صفحة بقى وهي فيديو اند ستريم، السيرفرات الخاصة بالمشاهدة والمواقع اللي مش بتفتح، هتلاقي ان سيرفرات مخصصة لتطبيقات مهمة زي تيك توك، انستجرام، يوتيوب. وانا في الصفحة دي الصراحة لقيت حاجات غريبة شوية، لقيت موقع شمال طبعا زي اغلب برامج الفي بي ان في سيرفرات لتطبيقات ومواقع مش تمام، انا مش هعرضها ولا هتكلم عنها، وده برنامج في بي ان زيه زي اي برنامج تاني، في حاجات كويسة وفي حاجات مش هنستخدمها. تالت صفحة وهي الداونلود، لو انت بتنزل ملفات كبيرة زي العاب، برامج، محتوى، السيرفرات دي بتدي استقرار احسن في التحميل. كمان عندك فوق خيار مهم جدا اسمه كلين ويب، ده بقى بيمنع الاعلانات ودي ميزة كويسة جدا لو بتتصفح كتير. تمام كده شرحنا البرنامج، تعال بقى اقول لك ايه اللي يقدر يعمله. طبعا فتح المواقع المحجوبة، مواقع كتير جدا ممكن ما تكونش شغالة في بلدك ممكن تتفتح عادي جدا. ثانيا الالعاب اللي مش بتشتغل في بلدك، العاب كتير جدا زي بابجي وروبلوكس كانت ريجول لوكت، يعني حرفيا مش هتشتغل في بلدك. ومثلا لو عندك مشكله في البنج في الالعاب، الشركه عارفه بقى انت عايز ايه، عندهم سيرفرات مخصصه للالعاب وهتشغل الالعاب بدون اي مشاكل في البنج او غيره.
ثالثا عندك 2000 سيرفر حول العالم في اكتر من 50 دولة، يعني معاك مفتاح لاغلب دول العالم. يعني لو اي خدمة مش شغالة في بلدك هتلاقي سيرفر بديل في امريكا، في اليابان، كندا، تركيا، الهند. اي خدمة عايزها هتلاقي سيرفر ليها. واهم حاجة في اي برنامج السرعة، السيرفرات بتاعتهم سريعة جدا، وده جزء مهم جدا في اي VPN محترم. في ميزه بقى عجبتني جدا جدا، وهي سبليت تانلينج. يعني ايه طيب الميزه ديت؟ يعني تقدر تقول للبرنامج ده لو سمحت شغل الVPN على اللعبه دي بس، وخلي باقي المواقع والتطبيقات على الانترنت بتاعي العادي. طيب ليه الميزه دي مهمه قوي؟ تخيل معايا انت بتلعب بابجي على سيرفر امريكا عشان البنج يبقى ثابت، لكن في نفس الوقت عايز تشوف اسعار الدولار او تتفرج على قناه مصريه على يوتيوب عادي. انت بقى لو مشغل الVPN على كل حاجه، كل الداتا بتاعتك هتروح وترجع من امريكا، وده هيبطئ تصفح المواقع المحليه وهيزود استهلاك الباقه. يعني انت بتقول للبرنامج خليك شغال بس على لعبه بابجي، وباقي المتصفحات والتطبيقات خليها على الانترنت المصري العادي. والميزه الجباره طبعا منع الاعلانات. عشان ترتاح من الاعلانات المزعجه الموضوع بسيط جدا، تقدر تشغل وتفصل كل ده بسهوله من الاعدادات. كمان يا صديقي البرنامج بيستخدم تشفير قوي جدا لحمايتك اثناء التصفح. كمان في سياسه كويسه، وهي انه استخدامك وبياناتك مش بتتخزن عندهم نهائي، وده بيديك امان اعلى اثناء التصفح. نيجي بقى لحاجه الناس كتير جدا بتسال عليها، وهي الاعدادات الداخليه للبرنامج. الاعدادات الداخليه للبرنامج ده بصراحه فرقت معايا جدا. اول ما توصل اي سيرفر تقدر تفتح قائمه الاعدادات، وهتلاقي قدامك شويه حاجات مهمه جدا لازم تفعل اللي يناسبك منها. اولا زر الامان، او بما يسمى كيل سويتش. الميزه دي مهمه جدا يا صديقي، يعني لو عندك البرنامج حصل فيه مشكله لاي ظرف، او الاتصال بيوقع فجاه لاي سبب، الميزه دي بتوقف الانترنت بالكامل لحد ما الاتصال يرجع. دي بتحميك من ان عنوانك الحقيقي يتكشف، ودي حاجه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. في ميزه حلوه برضه وهي سمارت هاب. لو اتصالك بطيء او السيرفر اللي انت عليه زحمه، الميزه دي بتنقلك تلقائي على سيرفر اسرع. عندك حاجه حلوه برضه اسمها كاستوم DNS. لو عايز سرعه او حمايه اعلى تقدر تغير الDNS بتاعك من هنا، وده بيدي تحكم كبير جدا خصوصا للناس اللي فاهمه في الشبكات كويس. عندك برضه كونكت اون ستارت اب. لو عايز البرنامج يشتغل ويعمل اتصال تلقائي اول ما تفتح الجهاز، فعل الخيار ده، مفيد جدا لو بتستخدم VPN كتير. طبعا لو عايز تجرب البرنامج هسيب لك رابط التحميل تحت في الوصف. البرنامج بيشتغل على اندرويد وايفون وويندوز وماك. وبكده صح بنكون خلصنا اول خطوه في سلسله الحلول اللي هنعملها مع بعض، لحد ما نقف كلنا ونرجع حياتنا في انترنت غير محدود. وبصراحه يا صديقي، هو الVPN بيحل مشاكل كتير جدا بتواجهنا، لكنه مش هيحل مشكله الباقات ولا الاسعار ولا السرعات، ومش هيغير سياسه الشركات، لكنه حل مؤقت نستخدمه لحد ما نرجع حياتنا في انترنت غير محدود باذن الله. وان شاء الله يا صديقي مكملين في الحال، ومفيش حاجه هتقدر توقفنا. وبس كده يا صديقي، وسلام.